السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب في قناتكم جو ماث with مستر عاطفي. احنا النهارده إن شاء الله ميعادنا مع شباب سكندري 1. هنكمل تريجونومتري يا شباب. هناخد ليسون 4 ريليتد انجل، بس هناخد بارت 1. أولا الليسون بتاع الريليتد انجل دوت از فيري فيري امبورتنت، درس مهم جدا جدا جدا، وهنحتاج له الترم الجاي والسنة الجاية إن شاء الله في سكندري 2، وكمان لو كملت خدت علم الرياضة في سكندري 3 إن شاء الله. تمام، بس هو مشكلته إن هو كبير شويه، في افكار كتيره مختلفه، فعشان كده انا قسمته لتو بارت، وان شاء الله نفهمه مع بعض ويكون سهل علينا باذن الله. تعالى نبدا كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. في حاجه اسمها ريليتد انجل. يعني ايه ريليتد انجل؟ عباره عن تو انجلز the difference between their measures or the sum of their measures equal كام؟ whole number of 90. يعني ايه whole number of right angle؟ يعني يا اما يكون 90، يا اما يكون 180، يا اما يكون 270، يا اما يكون 360، اللي هي المالتيبل اوف 90. يعني لما اعمل لهم بلس مع بعض او ماينس يديني حاجه من دول. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ال 120 وال 60، ودول لو عملتهم بلس مع بعض يطلع ب 180، فدول بنسميه ريليتد انجل. لو عملت مثلا ال 210 وكمان ال 30، لما اجي اعملهم 210 ماينس 30 تطلع بكام؟ ب 180. ممكن كمان ال 150 وال 60 لو عملتهم ماينس مع بعض يديني 90، ودول كده بنسميهم ريليتد انجل. طب دول بيفيدوني بايه يا مستر؟ بيفيدك انك انت المفروض عارف من سنه من بريب 3 انك انت تعرف تجيب الساين والكوساين والتان للثري انجلز دول. فانت اي انجل مش 30 او 45 او 60 بتحولها لواحده من دول. زي مثلا 120، فانت بتحولها كانها 180 ماينس 60. برضه هيفيدني بايه؟ طالما بدات بال 180 هتبقى الساين بتاعت ال 120 هي الساين بتاع ال 60، والكوساين هي الكوساين، والتان هي التان، والسيك والكوسيك نفس الكلام بالظبط. طب زي مثلا 190 50 مع 60، كانها كانها 90 بلس 60. هيفرق، هيفرق، بس دايما في حاجه مختلفه، ان ال 90 مع ال 100 مع ال 90 دي بتخلي العكس. يعني ايه العكس؟ يعني الساين بتاع ال 150 هيبقى هيبقى الكوساين بتاع ال 60. ازاي؟ تعالى نشرح بقى بالظبط وبالتفصيل كده عشان تفهم. دي كده كانت انتروداكشن. بص يا شباب، احنا اول حاجه الانجل عندي مثلا بتجيلي كده ساين مثلا 180 ماينس سيتا. السيتا دي اي نمبر، مثلا كوساين 180 بلس سيتا، كوتان 360 ماينس سيتا، سيك 180 ماينس سيتا. خد بالك بقى في حاجه مهمه جدا جدا. انت لازم تعرف ان لما تبدا بالساين بال 180 وال 360 الفانكشن ما بتتغيرش. يعني ايه ما بتتغيرش؟ لو بدات بال 180 الساين بتفضل ساين، طيب، والكوساين بتفضل كوساين، والكوتان بتفضل كوتان، والسيك بتفضل سيك. كل فانكشن بتفضل زي ما هي، ما بتتغيرش. طب ايه اللي بيتغير بقى؟ اللي بيتغير ان هي في انهي كوادرانت، في البوزيتيف ولا النيجاتيف ولا زي ما احنا هنشوف دلوقتي. بص كده، طبعا انت عارف الاستيك رول، هي ساين 180 ماينس سيتا دي في السكند كوادرانت. طب لما تكون في السكند يبقى الساين بتاعتنا بوزيتيف، تبقى دي كانها بوزيتيف ساين سيتا. طب دي 180 بلس سيتا في الثيرد كوادرانت. طب في الثيرد كوادرانت انت عارف ان الكوساين نيجاتيف، فتطلع كوساين سيتا بس بالنيجاتيف، نيجاتيف كوساين سيتا. طب برضو بالنسبه للكوتان 360 ماينس سيتا. طب دي 360 ماينس سيتا دي موجوده في الفورث كوادرانت. تمام، الكوتان بتاعتنا تطلع تطلع نيجاتيف كوتان سيتا. خلاص. طب بالنسبه للسيك انا بادئ ب 180، السيك هتفضل سيك زي ما هي. طيب 180 ماينس دي في السكند. طب والسيك انا عندي مين البوزيتيف؟ البوزيتيف الساين والريسيبروكال بتاعها اللي هو الكوسيك، فالسيك هتكون نيجاتيف كانها نيجاتيف 6 سيتا. تمام. طيب تعالى ناخد ال 90 وال 270 عشان تعرف الفرق. لو انا جيت قلت لك كده مثلا كوساين 90 ماينس سيتا، تان 90 بلس سيتا، ساين 270 ماينس سيتا، كوتان 270 بلس سيتا. خد بالك كل دول انجلز، بس انت ايه المفروض تعرف؟ طالما بدات بال 90 او ال 270 الفانكشن بتتعكس. يعني ايه بتتعكس؟ يعني الكوساين هتتحول لساين. ساين مين؟ ساين سيتا. طيب اسالها 90 ماينس سيتا دي في الفيرست كوادرنت. طالما في الفيرست كله بوزيتيف يعني هتفضل بوزيتيف زي ما هي. طيب بدات بال 90 يبقى الفانكشن بتتعكس، التان هتبقى كوتان. كوتان مين؟ كوتان للسيتا. طب دي في انهي كوادرنت؟ دي في السكند، عشان 90 بلس اكبر من 90 في السكند كوادرنت. فالتان والكوتان طبعا انا بشتغل على الفانكشن هي التان، فالتان بتاعتي تبقى نيجاتيف.
يبقى كانها نيجاتيف كوتان ثيتا. طب ساين 270 ماينس ثيتا، بدات بال 270 الفانكشن بتتعكس، الساين هتبقى كوساين ثيتا. طب تاني حاجه دي في انهي كوادرانت؟ دي يا مستر في الثيرد كوادرانت. طب والساين بتاعتنا بتبقى ايه؟ بتبقى نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف كوساين ثيتا. طب كوتان 270 بلس ثيتا، دي في الفورث عشان هي اكبر من 270. فبدات بال 270 الكوتان بتتحول لتان على طول، تان ثيتا. بس اسال الكوتان انت في الفورث ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، تقول لك ان انا نيجاتيف، يبقى نيجاتيف تان ثيتا. طب افهم من كده ايه بقى؟ ان انا لما ببدا بال 100 180 او 360 الفانكشن ما بتتغيرش، الساين تفضل ساين والكوساين تفضل ساين وهكذا. لما ابدا بال 90 وال 270 تبقى الفانكشن بتاعته بتعكس، تبقى ايه؟ الكوساين هتبقى ساين، التان هتبقى كوتان، الساين هتبقى كوساين والكوتان هتبقى تان. طب والسيك هتبقى عباره عن ايه؟ عن كوسيك والانفرس بتاعها. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى برضو ايه نشوف حاجه كده مع بعض. خد بالك انا هنا بشتغل ب 180 ايه و360. ادي الرول، ادي ايه الاستيك رول بتاعنا. في الفيرست الايه بتبقى الاول، في السكند الاس الساين والايه والكوسيك. طب في الثيرد التان والكوتان، في الفورث الكوساين وايه والسيك. طيب اي انجل في الفيرست بتتكتب ايه 100 ايه بتتكتب سيتا، في السكند 180 ماينس سيتا. تعال نسال. طبعا انا بادئ بال 180 فالكوساين تفضل كوساين سيتا. طب دي في السكند كوادرنت اهي 180 ماينس، الكوساين دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تبقى نيجاتيف كوساين سيتا. طب ازاي يا مستر؟ كأن مثلا لو انا عايز اجيب كوساين 120، انا ما عنديش 120، فخليها كوساين 180 ماينس 60، فطبعا تبقى كوساين 60. بس كوساين 60 بايه؟ بالنيجاتيف عشان دي في السكند كوادرنت. تمام؟ برده مش واضحه شويه. طب تعالى نكمل كده. انا بادئ بمين؟ بال 180، التان بتاعتنا مش هتتغير، تفضل زي ما هي تان سيتا. طب دي 180 بلس سيتا يعني في الثيرد، في الثيرد كوادرنت التان بتاعتنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، تفضل زي ما هي تان سيتا. طب دي ساين 3، بدات بال 360 يبقى الساين تفضل ساين، ساين مين؟ ساين سيتا. طب دي 360 اهي في الفورث كوادرنت، سو ذا ساين از نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف ساين سيتا. طب والكوسيك؟ الكوسيك بدات بال 180 تفضل زي ما هي كوسيك سيتا. طب دي في السكند، هي الكوسيك دي ريسيبروكال للساين، والساين بتبقى بوزيتيف فهتفضل بوزيتيف برضه. طب كوتان 360 ماينس، ال 360 ما بتغيرش، الكوتان تفضل كوتان سيتا. طب بس انا عارف انها في الفورث الكوتان دي نيجاتيف، يبقى نيجاتيف كوتان سيتا. طب السيك 180 بلس سيتا، طب السيك بدات ب 180 تفضل سيك، وادي السيتا. الكوادرانت دي في الثيرد كوادرانت، لازم عشان بعمل ايه؟ بسرش عشان اشوف الساين بتاعتها تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. السيك دي هي الايه الريسيبروكال بتاع الكوساين، وفي الثيرد كوادرانت تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف. تمام؟ طيب تعالى نراجع برضو على الشغل بتاع ال 90 كده. طبعا انت خلاص بقى عرفت انا بدات بال 90 بعكس، بدات بال 270 بعكس. يعني انا عندي هنا 90 ساين، بدات ب 90، ال 90 بتعكسها بتخليها كوساين سيتا. طب انت في انهي كوادرانت؟ انت كده في الفيرست كوادرانت فكله بوزيتيف. طب انا بادئ ب 90 برضه، يبقى الكوساين هتتحول لساين، ساين سيتا. طب دي 90 بلس تبقى دي كانها في السكند، في السكند اشوف الكوساين، الكوساين دي نيجاتيف تطلع كانها نيجاتيف ساين سيتا. طيب تان بدات بال 270، التان تتحول لكوتان اهو، كوتان سيتا. طب دي كده في الثيرد كوادرانت والتان بتاعتنا بوزيتيف فتطلع بوزيتيف كوتان سيتا. طب دي كوساين 270 بلس سيتا، طب الكوساين وانا بادئ بال 270 هتتحول لايه؟ هتتحول لساين سيتا. خلاص؟ طيب دي كوساين في الفورث كوادرانت تبقى بوزيتيف فهتطلع بوزيتيف ساين سيتا. طيب كوتان 90 ماينس سيتا، ال 90 بتحول الكوتان لتان، تان سيتا. بس طبعا دي في الفيرست كوادرانت، سو الفانكشن بتاعتها هتبقى بوزيتيف زي ما هي. طب الكوسيك 90 بلس سيتا، طبعا ال 90 هتخلي الكوسيك دي تخليها سيك سيتا. تمام؟ طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه شوفها دي في السكند كوادرانت، فالسيك الكوسيك دي ريسيبروكال للساين، فالساين بوزيتيف كمان الايه الكوسيك هتبقى بوزيتيف تفضل بوزيتيف زي ما هي. طب السيك 270 ماينس، السيك طالما بدات بال 270 هتتحول لكوسيك سيتا. طيب دي في الثيرد كوادرانت السيك دي هتبقى نيجاتيف، يبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف كوسيك سيتا. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا حاجتين يا شباب. لما ببدا بال 180 وال 360 الفانكشن زي ما هي، 90 و 270 الفانكشن بتتعكس بتاعتي، وبراعي ايه؟ الكوادرانت بتاعها. الحاجه الثالثه اللي احنا محتاجين نعرفها في الليسون دوت الانجل نيجاتيف. لما يجي لك نيجاتيف انجل، خد بالك عندي حاجتين بيلغوا النيجاتيف، الكوساين والسيك. دول الانجل بالنيجاتيف هتبقى بوزيتيف زي ما هي. يعني ايه؟ يعني الكوساين والسيك بتاكل النيجاتيف. يعني مثلا لو انا عندي كده كوساين نيجاتيف 60، طبعا الكوساين بتاكل النيجاتيف فبتفضل بوزيتيف ايه؟
60 زي ما هي. طيب بالنسبه للساين، لو انا جبت ساين نيجاتيف 60، الساين بتطلع النيجاتيف بره، ما بتلغيهاش. اللي بيلغي النيجاتيف الحاجتين، الكوسيك والسيك. طب بالنسبه للتان والكوتان نفس اللي بيتطبق على الساين. لو انا عندي تان نيجاتيف 60، طيب التان بتطلع النيجاتيف قبل التان 60. خلاص، يبقى اللي بيلغي النيجاتيف حاجتين اتنين بس. مين هما الحاجتين بتوعنا؟ اللي هي الكوتان وكمان السيك. الكوزاين، سوري انا اسف، اللي بيلغي النيجاتيف حاجتين، الكوزاين والسيك. اما بالنسبه للساين والكوسيك والتان والكوتان بيحافظوا على النيجاتيف. طب ما هتيجي نشوف اكزامبل عليها كده. بص يا دكتور، انا عندي طبعا دي ساين وهنا في نيجاتيف، فالنيجاتيف بتطلع بره كانها نيجاتيف اهو، ساين 150. عايز اكمل، تعالى كمل بقى. دي كده المفروض بشتغل يا اما 30 يا اما 45 يا اما 60، فبحولها للريليتد انجل. طبعا دي في السكند كوادرانت، فالمفروض بحولها 180 ماينس مين من الثلاثه دول؟ ماينس 30. فطبعا بدات بال 180، فالساين هتفضل ساين زي ما هي، وادي النيجاتيف اللي طلعت. اسالها بقى، قول لها انت يا 150 في السكند كوادرانت الساين بتاعتك بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتبقى بوزيتيف، يبقى كانها نيجاتيف ساين 30. خلاص، دي النيجاتيف بتاعت الانجل اللي في الاول. خلاص، والساين هتفضل الساين الاشاره بتاعتها هتفضل زي ما هي ايه؟ بوزيتيف. طب ما تيجي ناخد كوساين ايه نيجاتيف 120، دي هتوضح معانا شويه. بص يا شباب، طبعا الكوساين بتاكل النيجاتيف، فهتفضل عندك كوساين 120. طب حولها للريليتد، يبقى كانها كوساين 180 ماينس 60. طيب انا بدات بال 180 ما بتتغيرش، تفضل كوساين 60 بالظبط. طب تعالى بقى، ال 120 دي في انهي كوادرانت؟ في السكند، فالمفروض الكوساين نيجاتيف، فهتطلع نيجاتيف كوساين 60. خلاص. طب تعالى نشوف نمبر ايه، نمبر 3 ديت. التان بتطلع النيجاتيف قبل الايه، قبل الفانكشن بتاعتي، يبقى كانها نيجاتيف تان 300. طب خلاص، ما انا عارف ان ال 300 ديت ممكن احولها للريليتد، كانها نيجاتيف تان 360 ماينس 60، تديني 300 على طول. طيب بص كده، ادي النيجاتيف بتاعت الانجل الاصليه. تعالى بقى هنا جوه هنا، فطبعا ال 360 مش هتحول التان، خليها تان زي ما هي بس تان 60. طب دلوقتي اجيب الساين بتاعت 300. 300 دي في الفورث كوادرانت التان بتاعتنا تبقى نيجاتيف، وفي نيجاتيف اصليه، النيجاتيف تمشي مع النيجاتيف تطلع كانها تان ايه؟ تان 60. خلاص، دول الثلاث حاجات اللي احنا محتاجين نركز عليهم قوي في الليسون دول. وكمان راجع الفيديو كمان وشغلهم مره ثانيه عشان تعرف الفرق. دلوقتي معانا الاكسرسايز هنا بيقول ايه؟ if the terminal side of an angle of measure theta in its standard position intersects the unit circle at the point negative 3 over 5 و 4 over 5. طب انا من هنا عارف بقى من ليسون 1 هعرف اجيب الكوساين. كوساين هتبقى الايه؟ نيجاتيف 3 اوفر 5. وهعرف كمان اجيب الساين، الساين هتبقى 4 اوفر 5. وهعرف اجيب التان، التان بعمل الساين اوفر الكوساين، فال5 تتكنسل مع ال5 تبقى كانها نيجاتيف 4 اوفر 7. طيب انا كده يا شباب جبت الفانكشن بتاعتي، ومن السهل اجيب الريسيبروكال. فتعالى نشتغل ونشوف هو عايز ايه. كويشن نمبر 1 بيقول لك ساين 180 بلس ثيتا، بادئ بال 180، فالساين تفضل ساين اهي، ساين ثيتا. دي اول حاجه. تاني حاجه، دي في الثيرد كوادرانت عشان اكبر من 180، فطبعا طالما في الثيرد كوادرانت يبقى الساين بتاعتنا نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف ساين ثيتا ايكوال نيجاتيف الساين 4 اوفر 5 تبقى كانها نيجاتيف 4 اوفر 5. تمام، ده كويشن نمبر 1. نمبر 2، طبعا انت عارف ان الباي اوفر 2 دي كانها 90، عشان الباي دي ب 180 اوفر 2 تطلع ب 90. طب انا بادئ ب 90، يبقى الكوساين تتحول ايه لساين، ساين ثيتا. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه 90 ماينس ثيتا دي في الفيرست، فكله بوزيتيف، فكانها ساين ثيتا، فالساين ثيتا هتبقى زي ما هي ايه، اللي هي ال 4 اوفر 5. طب تعالى نشوف نمبر 3. نمبر 3 هنا بيقول لك ايه؟ تان 360 ماينس ثيتا، بادئ بال 360 تبقى التان زي ما هي تان. خلاص، تان ثيتا. بس في مشكله ثانيه، دي في الفورث كوادرانت التان بتاعتنا تبقى نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف. شوف التان بكام؟ تان بالنيجاتيف 4 اوفر 3، والنيجاتيف تتكنسل مع النيجاتيف تطلع ب 4 اوفر 3. خلاص. طب دي نمبر 4 كوسيك 3 باي اوفر 2، طبعا دي الباي ب 180 فتطلع دي 270. وانت عارف طبعا لما ابدا بال 270 الكوسيك دي هتتحول لسيك. سيك مين؟ سيتا. اسالها كمان، 270 ماينس دي معناها ان هي في الثيرد كوادرانت، فهتبقى الكوسيك دي نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف 6 سيتا. لما تيجي نكتب النيجاتيف بتاعتنا اهي. خلاص. طب سيك، السيك دي الريسيبروكال بتاع مين؟ بتاع الكوساين، وادي الكوساين اهي، نيجاتيف 3 اوفر 5، فتبقى كانها نيجاتيف 5 اوفر 3.
والنيجاتيف تمشي مع النيجاتيف تطلع كانها بوزيتيف 5 اوفر كام؟ اوفر 7. طيب تعال نشوف نمبر 5 دي كده. طبعا دي سيتا بلس باي كانها ايه؟ باي بلس سيتا، هي نفس الكلام. طبعا الباي دي ب 180، فانا بادئ بال 180 فالسيك هتفضل سيك 6 سيتا. تاني حاجه، الحاجه الثانيه دي في الثيرد كوادرنت عشان اكبر من 180 فالسيك دي ريسيبروكال كوساين فهتبقى نيجاتيف، فكانها نيجاتيف 6 سيتا، فتبقى كانها نيجاتيف. طبعا السيك بجيبها من الكوساين اللي هي نيجاتيف 3 اوفر 5 تبقى كانها نيجاتيف 5 اوفر 3، وبالكالك بتاعتنا تطلع بكام؟ 5 اوفر 3. خلاص. طيب تعال نشوف بقى ايه نمبر 6 دي عشان دي مختلفه شويه. بص يا دكتور، عشان دي مهمه قوي يعني. اول حاجه انت متعود تبقى باي ماينس سيتا. طب وانا عندي هنا سيتا ماينس باي، طب المفروض اعمل ايه؟ الكتاب بتاع المعاصر او المدرسه يقول لك تاخد نيجاتيف كومن فاكتور وتخليها انجل نيجاتيف وهكذا. لا، احنا هتبقى الدنيا سهله شويه. طالما الباي او ال 90 او ال 270 بالنيجاتيف زود لها 360. طبعا دي هتبقى كانها 180. طيب فهتبقى تكتب كده ساين، سيب السيتا زي ما هي، نيجاتيف 90 نيجاتيف 180 بلس 360 تطلع بلس 180. اعدلها بقى، يبقى كانها ساين 180 بلس سيتا. تمام. طيب دي في الثيرد كوادرنت يبقى الساين بتاعتنا تطلع نيجاتيف ساين سيتا. تمام. طب الساين بتاعتنا في 4 اوفر 5 كانها نيجاتيف 4 اوفر 5. تمام. زي ما انت شايف كده الموضوع بس محتاج شويه تركيز وانك تحل اكسرسايز كتير. طب تعالى نشوف الاكزامبل اللي جاي بعد كده بيقول لك ايه. if cosine theta equal negative 3 over 5 والثيتا greater than 180 وسمولر than 270، دي معناها ان هي فين؟ في الثيرد كوادرنت. في السرد. طالما في السرد يا شباب يبقى انا دلوقتي ما عنديش غير التان بس هي اللي بوزيتيف. فاين ذا فاليو اوف اتش اوف ذا فولوينج. هو مديني الكوساين، فالطبيعي ان انا هرجع اشتغل زي ما خدنا في ليسون 1 عشان اجيب الساين بتاعتنا. احنا عندنا رول الساين سكوير او ساين باور 2 بلس الكوساين باور 2 ايكوالز 1. طب الساين باور 2 دي انا عايز اجيبها اصلا كانها 1 ماينس كوساين باور 2، طبعا دي تروح بالنيجاتيف يبقى كانها ساين باور 2 ايكوال 1 ماينس نيجاتيف 3 اوفر 5 جوه براكت باور 2، تبقى ايه الساين ده تحت الروت 1 ماينس 9 اوفر 25. طبعا لما تيجي تجيب الانسر ما تنساش ان تطلع بوزيتيف ونيجاتيف، اوعى تنسى البوزيتيف والنيجاتيف. طبعا دي 1 ماينسها تطلع بكام؟ ب 4 اوفر 5. انا طبعا عشان عارف الانسر انت كده كده ممكن تجيبها بالكالك عادي. طب انا يا مستر دلوقتي الساين طلعت واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف، اشتغل بمين؟ هو مديك الكونديشن او الشرط بتاعك في الاول. هي السيتا دي موجوده في الثيرد كوادرنت، السيتا اهي في الثيرد كوادرنت، يبقى المفروض الساين بتاعتنا نيجاتيف 4 اوفر 5. خلاص. طب انا كده جبت الساين وهو كان مديني الكوساين. تعالى نعمل لهم كده كأن بنعملهم في درافت عشان يبقى الحاجه جاهزه قدامنا ونعرف نجيبها. طب انا عندي كده الكوساين بتاعتنا اهي، الكوساين كانت بكام؟ نيجاتيف 3 اوفر 5، والساين جبناها بكام؟ ها؟ بنيجاتيف 4 اوفر 5. طيب والتان؟ التان يا دكتور انت عارف ان هي الساين اوفر الكوساين، طب هتبقى عباره عن ايه؟ هعمل ده اوفر ده، طبعا ال5 تتكنسل مع ال5 والنيجاتيف تتكنسل مع النيجاتيف تطلع 4 اوفر 3. عايز تجيب السك اللي هو الريسيبروكال بتاع الكوساين تبقى نيجاتيف 5 اوفر 3. عايز تجيب الكوسيك اللي هو الريسيبروكال بتاع الساين يبقى نيجاتيف 5 اوفر 4. عايز تجيب الكوتان اللي هو الريسيبروكال اوف تان تبقى 3 اوفر ايه؟ اوفر 4. خلاص. طب انا كده جبت الحاجات اللي انا ممكن اشتغل بعد كده. تعالى بقى نرجع للاكسرسايز بتاعنا كده. نمبر 1 بادئ بمين؟ 180 يبقى الكوسيك تفضل كوسيك زي ما هي. بس اللي هيفرق معايا انت في انهي كوادرانت يا دكتوره؟ انا كده في الثيرد كوادرانت. الكوسيك دي تبع الساين فالساين نيجاتيف هتبقى كانها نيجاتيف كوسيك. طب الكوسيك ما احنا جايبينها هي يا شباب نيجاتيف 5 اوفر 4 يبقى كانها نيجاتيف 5 اوفر 4. طبعا النيجاتيف تمشي مع النيجاتيف تبقى كانها 5 اوفر 4. طب السيك الانجل دي نيجاتيف، السيك دي اخت الايه؟ اخت الكوساين، فبالتالي بتحول الانجل نيجاتيف لبوزيتيف بتاكل النيجاتيف يبقى كانها زي ما هي سيك سيتا. طب السيك احنا جبناها اهو نيجاتيف 5 اوفر 3 يبقى تبقى ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 3. طب نمبر 3 تان 360 بادئ ب 360 فالتان زي ما هي تان سيتا. بس اسالها انت في انهي كوادرنت؟ تقول لك ان انا في الفورث كوادرنت، سو التان از نيجاتيف يبقى كانها نيجاتيف. التان عباره عن 4 اوفر 3 يبقى كانها ايكوال نيجاتيف ايه؟ 4 اوفر 3. طب الكوتان 90 بلس 90 ماينس سيتا، انا لسه قايل لك من شويه لو جات لك ال 90 او ال 180 او ال 270 بالنيجاتيف زود لها 360 على طول وتريح نفسك، تبقى كانها كوتان كده اهو. طبعا السيتا زي ما هي، ودي تطلع ايه؟ نيجاتيف 90 بلس 360 تطلع 270، وتعدلها بقى هتعدلها كده تبقى كانها كوتان 270 بلس السيتا. طيب الكوتان بدات بال 270 هتتحول لتان،
تمام، تان سيتا دي حاجه، الحاجه الثانيه دي في الفورس فهتبقى نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف تان السيتا اللي هي نيجاتيف 4 اوفر 3. طب ذا لاست اكسرسايز اللي هو نمبر 5 دوت السيك 90، بدات بال 90 تطلع بكوسيك على طول سيتا. طب 90 بلس السيك دي بتاعت الكوساين فهتبقى نيجاتيف، فيبقى نيجاتيف الكوسيك، الكوسيك احنا جايبينها نيجاتيف 5 اوفر 4، نيجاتيف 5 اوفر 4، النيجاتيف تمشي مع النيجاتيف تبقى كانها 5 اوفر كام؟ اوفر 4. تمام. الكلام دوت لما يكون جايبها لي سيتا. تعالى بقى نشوف لو كان جايبها لي نمبر. بص يا دكتور، في الاكسرسايز اللي جاي دوت مهم جدا جدا وسهل جدا جدا، وفي طريقتين للحل. اول حاجه ممكن تحله بالكالك. يعني ايه احله بالكالك؟ يعني انا بص يا مستر، انا هجيب الكالك بتاعتي كده الجامده اهي، هكتب كده ساين 150 ايكوال كام؟ بهاف. خلاص هي طلعت بهاف، دي كده ايكوال هاف. طب افرض بقى كان جاي لك اساي كويستشن وقال لك فاين ويز ستيبس، تعمل ايه؟ طبعا اي انجل من الانجلز دي لازم تبقى واحده من الثلاثه دول. طب ال 150 دي، ال 150 طبعا يا اما اشغلها مع ال 90، يا اما اشغلها مع ال 180، يا اما 270، يا اما 360. فانت قدامك حاجه من الاثنين، يا اما 90 100. كل الناس بتشتغل 180. ليه؟ عشان مش هرجع اغيرها. طيب تبقى كانها 180. 180 ماينس كام؟ ماينس ال 30. طيب تعالى نكمل بقى. طبعا بدات ب 180 يبقى الساين تفضل ساين، ماليش دعوه بيها خلاص 30. وانا عارف طبعا دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الساين في السكند كوادرنت از بوزيتيف، تبقى دي بوزيتيف، وساين ال 30 بتاعنا ايكوال كام؟ ايكوال هاف، زي ما الكالك جابتها. طب انا في الامتحان يا مستر اكلك ولا اعمل ستيبس؟ انت في الامتحان هتعمل بقى ايه يا دكتور؟ لو كان اساي كويشن هتعمل ستيبس، لو جات لك ايه تشوز او كومبليت، او انت اي حاجه كده عايز تعمل بالكالك دي براحتك انت. لكن انا بشرح لك عشان تبقى انت فاهم، عشان الموضوع مش ان احنا ننجح بس، البيزكس دي محتاجينها بعد كده. طيب تعالى نشوف ال 200 225. طالما بادئ بال5 يبقى مع اللي بادئ 5، يبقى دي كانها ايه؟ ادي سيك اهي. طبعا دي اكبر من 180 يبقى كانها 180 بلس 45. تمام. طيب انا بادئ بال 180 يبقى السيك هتفضل سيك 45. طيب تمام. بس في حاجه مهمه، دي في الثيرد كوادرنت السيك بتاعتها نيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف سيك ال 45. طب السيك دي ريسيبروكال الكوساين، الكوساين اصلا، الكوساين احنا عارفينها 1 اوفر روت 2، فالسكه تبقى كانها نيجاتيف روت 2. مستر انا عايز احلها بالكالك. بص يا ابو الصحاب، انا هجيب الكالك بتاعتك الجامده اهي، تكتب كده السك تتكتب ازاي؟ السك بكتبها كوساين 225، لازم اخليها باور نيجاتيف 1 زي ما خدنا قبل كده. اي حاجه بعمل باور نيجاتيف 1. بص نيجاتيف 200 نيجاتيف روت. طب الاكسرسايز اللي جاي بعد كده دي كوتان 780. طبعا دي 780 دي اكبر من 360، فانت بالتالي لازم هتماينس منها 360 لحد ما تجيب السمولست بوزيتيف ميجر 420 ماينس 360 تاني، تطلع بكام؟ ب 60. يبقى دي كانها كوتان 60. خلاص هو مديها لك اصلا في الفيرست كوادرانت، فالكوتان دي ريسيبروكال التان تبقى عباره عن كام؟ روت 3 اوفر 3 او 1 اوفر روت 3. برضو انا عايز اشتغل بالكالك يا مستر. بص موضوع الكالك ده بقى انت بتاعك انت، انا بشرح لك اللي هو ايه الطبيعي واللي انت لازم تكون عارفه. طبعا الكوتان دي بكتبها تان بس بخليها في الاخر باور ايه؟ نيجاتيف 1. 780 كلوز براكت باور نيجاتيف 1 اهو ايكوال، تطلع بروت 3 اوفر 3. خلاص. طب تعالى نشوف اكزامبل تاني كده يا شباب. بص الاكسرسايز اللي جاي ده كده هو نفس الكلام، بس المره دي جايب لك انجل نيجاتيف. طب انا عارف ان الباي دي ب 180. خلاص. طيب برضه في طريقتين، اكلك ولا اعمل ستيبس؟ انا اول حاجه هعمل ستيبس وبعد كده نشتغل بالكالك. دي هتبقى كانها ساين اهي نيجاتيف 4 باي 180 اوفر 3. طيب انا عارف ان 180 اوفر 3 ب 60، تبقى كانها ساين نيجاتيف 240. طبعا الساين ما بتاخدش النيجاتيف بتطلعها بره، كانها نيجاتيف ساين 240. طب ال 240 ديت احولها لواحده من ثلاثه. طيب انا هشتغل 180 بلس كام؟ بلس 60. طب ليه عملتها بلس يا مستر؟ عشان هي في الثيرد كوادرنت، يبقى كانها نيجاتيف ساين 180 بلس 60. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه شوف الكوادرنت، شوف الساين بتاعت الفانكشن دي. طيب الفانكشن دي هي في الثيرد فتبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف ساين 60. يا مستر انا عندي كده اثنين نيجاتيف، اقول لك الاثنين نيجاتيف دول بتوع ايه؟ اول نيجاتيف دي بتاعت الانجل الاصليه، هي نيجاتيف في الساين ما بتاكلهاش بتطلعها بره. تاني نيجاتيف دي بتاعت الايه؟ بتاعت الكوادرنت، هي في انهي كوادرنت؟ طبعا نيجاتيف النيجاتيف يا شباب تطلع بوزيتيف ساين 60، وبوزيتيف ساين روت 3 اوفر 2. عايز تتاكد ان انا صح؟ هقول لك تتاكد ازاي انك انت صح دلوقتي. هتجيب الكالك الجميله بتاعتك كده اهو، وتكتب كل حاجه فيها، تكتب السؤال الاصلي. الساين اتفتح براكت نيجاتيف 4 باي 180، شيل الباي واكتب مكانها 180 اوفر 3، كلوز البراكت بتاعك كده ودوس ايكوال، هتطلع ايه؟ زي ما احنا طلعناها روت 3 اوفر. خلاص. طيب تعالى نشوف ايه الكويشن الثاني كده.
اللي هي عندنا نمبر 6 دي يا شباب، طبعا هتبقى كانها سيك اهي، نيجاتيف 2 باي 180 اوفر سي. نيجاتيف 2 اهي، طبعا دي لما اجي احطها في الكالك يبقى كانها ايه؟ سيك، دي تطلع نيجاتيف 102. طيب السيك دي بتاعت الكوساين فبتاكل النيجاتيف، يبقى كانها سيك 120. طيب ال 120 دي السيك، بحول 120 يا اما ايه 100 يبقى كانها سيك 180 ماينس 60. طيب جميل جدا، طبعا ال 180 ما بتتغيرش فبتفضل سيك 60 زي ما هي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت في انهي كوادرانت؟ هتقول لك انا في السكند، فالسيك بتاعتنا تبقى نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 660. طب ال 660 الريسيبروكال بتاع الكوساين، الكوساين بتبقى كانها نيجاتيف ايه؟ كانها نيجاتيف. الكوساين بتاعت السيك بتبقى بهاف، دي كانها نيجاتيف. عايز تجيبها بالكالك هاتها بالكالك. طيب نمبر 7 دي الانجل هنا عندي السيك دي بتاعت الكوساين فبتاكل النيجاتيف، يبقى كانها سيك 480 ديجري. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتجيب السيك، طبعا دي اكبر من 360 فهتعمل لها ماينس 360 عشان تجيب السمولست بوزيتيف ميجر، طبعا تبقى كانها 120. طيب خلاص ال 120 دي كانها سيك 180 ماينس 60. بدات ب 180 يبقى السيك هي السيك 120. طبعا ايه يبقى كانها نيجاتيف عشان دي في السكند كوادرنت، تبقى زي اللي فاتت بالظبط. تمام. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل بتاع كده والاكسرسايز اللي جاي بعد كده يا شباب. هنا جايب لي بقى اكسرسايز، بيقول لك ايه؟ بيقول لك find the value of each of the following. اول حاجه ساين 150، انا هاخد واحده واحده كده اشتغل بيها. هجيب الساين 150، طبعا دي كده في الايه؟ في السكند كوادرنت، فالساين بوزيتيف، فانا ممكن بدل ما هي 150 خليها ساين 180 ماينس 30، تبقى كانها ساين 30. وساين ال 30 انا عارف ان هي بهاف، يبقى انا كده يا شباب عملت ايه؟ جبت الانجل بتاع دي منتال بعقلي. طب ديت بقى كوساين نيجاتيف 300، انا عارف وانت عارف وكل الناس عارفين ان الكوساين بتاكل النيجاتيف فكانها كوساين 300. ايوه يا مستر بس دي في كده 300 لازم احولها لواحده من دول، دي في الفورث كوادرنت فكانها كوساين 360 ماينس 60. خلاص، فتبقى كانها ايه؟ كانها كوساين 60. طب دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هي في الفورث فالكوساين بتاعتنا اصلا بوزيتيف، هي كوساين 60 بالبوزيتيف. طب الكوساين بتاع ال 60 بكام؟ بهاف. خلاص انا كده جبت نمبر 2. تعالى بقى نجيب نمبر 3 اللي هي الكوساين اهي 930. طبعا دي greater than 360 so we must subtract 360 to give us is the smallest positive measure اهي 930 minus 360 equal لسه minus كمان 360 equal تاني تطلع 210. طب انا هجيب الكوساين 930 كده مره واحده equal تطلع نيجاتيف روت 3، نيجاتيف روت 3 اوفر 2. طيب انا بقى احلها كده ايه منتال برضو، يبقى هي كانها ايه؟ كانها كوساين، احنا قلنا 210. طب ال 210 دي اكبر من 180 يبقى كانها كوساين 180 بلس 30. طبعا بدات ب 180 يبقى كانها كوساين 30 على طول. تمام، بس دي في الثيرد كوادرنت فنيجاتيف كوساين 30 فهتطلع كانها نيجاتيف روت 3. خلاص. طيب انا كده جبت ايه يا شباب؟ جبت نمبر ايه؟ 1، نمبر 2، نمبر 3. تعال نجيب كوتان 240. 240 دي في الثيرد كوادرانت فكانها تبقى كانها كوتان 180 بلس 60 فكانها كوتان ال 60. طبعا دي بوزيتيف ليه؟ لان الكوتان في اللي في الثيرد كوادرانت تبقى بوزيتيف. طيب دي كانها ايه؟ تبقى كانها إيه؟ 1 اوفر روت 3، او لو انت عملتها بالكالك يطلع روت 3 اوفر روت 3 اوفر 7. طب تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه كده بقى. خلاص انا بشيل كل فانكشن من دول واكتب الفاليو بتاعتي. ساين 150 جبناها بهاف اهي ملتبلاي. طيب الكوساين نيجاتيف 300 تطلع بكام؟ احنا جبناها اهي بهاف برضه اهي. بعد كده في بلس مين؟ 930 جبناها بكام؟ روت 3 اوفر 2. دي تطلع ب 1 اوفر روت 3 وحطها في الكالك على طول تطلع بنيجاتيف كام؟ 1 اوفر 4. في بقى طالب ايه لذيذ جدا كده وكان شاطر ما شاء الله، قال يا مستر انا بقى مش هوجع دماغي بالقصه دي، اشتغل زي ما كنت بشتغل في بريب 3. اكتب دي في الكالك تديني الانسر اكتبها، اكتب دي في الكالك تديني الانسر اكتبها، اكتب دي في الكالك تديني انسر اكتبها، اكتب دي في الكالك تديني انسر اكتبها، وبعد كده اكلمهم مع بعض براحتك بقى. لكن هو الطبيعي ان انا بشرح لك عشان تفهم. انت عملتها كده طبعا مش تاخد الفول مارك بتاعتها، بس ايه يعني كل واحد وتفكيره. هنا بيقول ايه يا شباب؟ طبعا جايب لك الانجل دي بيقول لك 10 42، فواحد ايه ذكي يقول له يا مستر انا هجيبها بالكالك واكتب النمبر هنا.
واجرب كل واحده، لا تديني نفس الانسر اقول له انت صح، طالما تشوز مش مشكله. لكن احنا برضو بنشرح عشان نفهم. طيب التان دي هي 42، فانا كانها 90 ماينس كام؟ 90 ماينس 48. خلاص. طبعا طالما بدات ب 90 فالتان تتحول لكوتان 48. طبعا هي في الفيرست كوادرانت كله بيكون بوزيتيف، فالانسر هتبقى سي. طيب بصوا يا شباب، دي سيك 105 يبقى كانها هي سيك اهي. 90 بلس كام تديك 105 يبقى بلس 15. عملت اللي فوق بقى، سيب اللي تحت هي الكوسيك 15. طب ليه؟ عشان هنا 15 وهنا 15. طب السيك ديت انا بادئ بال 90، يبقى السيك تتحول لكوسيك لانها كوسيك 15 برضو، وهنا برضو اللي تحت كوسيك 15. بس انت نسيت حاجه يا مستر، دي كده في السكند كوادرانت، والسيك دي ريسيبروكال كوساين فهتبقى نيجاتيف، ودي تتكنسل مع دي تطلع نيجاتيف 1. ايوه بس انا هنا ما عنديش نيجاتيف 1. في واحد شاطر يقول لي يا مستر من بريب 3 التان 135 تطلع نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1، او هجرب كل واحده فيهم بالكالك وتطلع زي ما يطلع في الاخر. طيب دي تان 180 بدات بال 180 تفضل تان زي ما هي، تان سيتا. طيب تان سيتا فين؟ هي تفضل زي ما هي بالظبط، ايه تان سيتا. طب السك بدات بال 90 تبقى تتحول لكوسك اهي سيتا. طب كوسيك سيتا هي مين فيهم كوسيك سيتا؟ ولا واحده من دول. لكن انا عندي في نمبر ايه لما بادئ بال 180 وهتفضل زي ما هي كوسيك سيتا. طب شوف الاكسرسايز اللي جاي كده، برضو كمل. هنا بيقول لك ايه؟ انا عندي الساين سيتا عباره عن 3 اوفر 5، عايز اجيب الكوساين 270. انا بادئ بال 270 يبقى الكوساين هتتحول لساين. بادئ بال 270، خد بالك انا هنا بدات بالكوساين 270 فالكوساين تتحول لساين ايه؟ ساين سيتا. دي اول حاجه. تاني حاجه دي في الثيرد كوادرنت فتطلع بالنيجاتيف، يبقى كانها نيجاتيف ساين سيتا يعني نيجاتيف 3 اوفر 5. نمبر 6 كوساين 90 ماينس سيتا، بدات بال 90 الكوساين هتتحول لساين. هي طبعا في الفيرست كوادرنت يا شباب فهتبقى بوزيتيف زي ما هي، ودي الكوسيك سيتا. وانت عارف ان السيك والكوسيك دي كانها 1 اوفر ساين سيتا الريسيبروكال بتاعها، فلما اجي اعملهم مع بعض ملتبلاي يطلع ب 1. طيب هنا بقى نمبر 7، طبعا كل الكلام ده انت ممكن تعمله بالكالك، تكتب دول في الكالك على طول تطلع بايه؟ ب 2. ازاي؟ طب احنا هنشرح دلوقتي. ساين، حول اللي فوق ال 90 دي كانها ايه؟ ال 50 دي كانها 90 ماينس 40، وسيب اللي تحت زي ما هي اهي ساين 40. برضه نفس الكلام في ايه؟ في الثانيه. ابدا باللي فوق اهي، دي كانها ساين 180 ماينس 10، وسيب اللي تحت ساين 110. طب ما تيجي نعمل هنا سمبليفاي، انا هنا بدات بال 90 يبقى الساين هتتحول لكوساين. طيب احنا ممكن يا شباب زي ما قلت لك تعملها بالكالك تطلع ب 2. احنا دلوقتي بقى نشتغل منتال من غير الكالك. فطبعا انت عندك ايه اللي فوق دي ساين، فانت هتكتبها كانها ساين 90 ماينس 40. خلاص. هي ال 50، واللي تحت سيبها زي ما هي. ليه؟ عشان اخليهم هما الاثنين في الاخر ايكوال 4. طب تعالى نكمل هنا. دي ساين بدات بال 90 هتحول لكوساين 40 اوفر كوساين 40، وديت في الفيرست كوادرنت فهتبقى بوزيتيف. طبعا دي لما تتحول بتطلع في الاخر ب 1. خلاص كده يا شباب. طيب تعالى بقى نجيب الجزء الثاني ساين 70، فانت كانها ساين، شيل ال 70 واكتبها 180 ماينس 110. طب اشمعنى اخترت 110 يا مستر؟ ليه ما عملتهاش 90 بلس 2؟ عشان انا عندي تحت 110 فبوصل دي لدي زي ما عملت في الاولى بالظبط، وسيب اللي تحت زي ما هي ساين 110. خلاص. طيب احنا عارفين ان هنا بدانا بالساين، فايه دي مش هتغيرها، فهتفضل ساين زي ما هي ساين 110. طيب ودي في السكند كوادرنت فهتبقى بوزيتيف. مش عارف انا بعمل. طبعا دي هنا ساين 110، اللي تحت زي ما هي ساين 110، دي برضه تطلع ب 1. 1 بلس 1 تطلع في الاخر بكام؟ ولو عملتها في الكالك بقى انت حر. تمام. طب ما تيجي نشوف اخر اكسرسايز عندنا برضو في التشوز، وهنا في فكره برضو يعني محتاجه شويه تركيز كده مع بعض. طب كويشن نمبر 8، تان 90 ماينس سي. طبعا بدات بال 90 التان هتتحول لكوتان. كوتان ايه؟ كوتان سيتا. طبعا دي في الفيرست فهتفضل بوزيتيف هنا. طبعا بدات بال 90، دي التان تتحول لكوتان كوتان سيتا. طبعا دي في السكند كوادرنت فالتان بتاعتها نيجاتيف، تبقى كوتان ماينس كوتان تطلع بزيرو. طيب كويشن نمبر 10، 10 ده سهل ما فيهوش حاجه خالص. هو نمبر 9 ده اللي فيه فكره مختلفه شويه. طيب تعال ايه نقول نمبر 9 الاول.
طيب هي دي 45 بلس اكس. احنا متعودين يا شباب يا نبدا بال 180 يا 270، يا اما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله. طب تعالى ناخد نمبر 9 ده، عشان نمبر 9 ده فيه فكره مختلفه شويه. بص يا شباب، الانجل هنا بدا 45، ما ينفعش انا بشتغل يا اما بال 90، يا اما ب 180، يا اما ب 360، يا اما 270. طب ازاي اخلي بقى دي 90؟ بص كده خليك معايا. لو انا عندي كوتان 90 ماينس اكس، تطلع ايه؟ تطلع دي كانها تان اكس، صح كده؟ لان الكوتان بدات بال 90 تحولها لايه؟ لتان. طب افرض بقى دي مش اكس، دي اكس بلس 1، خلاص؟ فطبعا دي الكوتان هتتحول لتان. تان مين بقى؟ تان مين؟ اللي هي ايه؟ الاكس بلس 1 ده. طب ايه علاقه ده بده؟ اقول لك بقى ايه علاقه ده بده. تعال افهم معايا كده. بص يا دكتور، هو انا دلوقتي انا عايز اشيل ال 45 دي. هي التان دي ممكن ما تكونش تان، ممكن يكون كان اصلها كوتان. كوتان وبعديها 90 ماينس. ماينس ايه؟ ماينس اي انجل اللي هي ال 45 بلس الاكس. خلاص؟ طيب نقول تاني. لو انا عندي تان 30، هي دي تنفع تتكتب بشكل تاني؟ تنفع تتكتب كوتان 90 ماينس مين؟ ماينس 30. ليه؟ عشان الكوتان طالما بدأت بال 90 تحولها لتاني، والانجل زي ما هي وتفضل بوزيتيف عشان هي في الفيرست. خلاص؟ فاحنا بنشتغل بالجزئيه دي بس عشان ايه؟ نظبط الفانكشن بتاعتها. طيب جميل جدا جدا، خلاص احنا كده عرفنا ان هي تبقى ايه؟ بالشكل ده. طيب دي كوتان اهي، ادي ال 90 زي ما هي، فك البراكت 9 ماينس 45 ماينس اكس. طبعا 90 ماينس 45 يبقى كانها كوتان 45 ماينس مين؟ ماينس اكس. يبقى اللي فوق دي طلعت عندي كوتان 45 ماينس اكس. اما اللي تحت برضه يا مستر كوتان 45 ماينس اكس. يبقى في الاخر تطلع بكام؟ ب 1. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى نمبر 10 دوت، عشان ايه نمبر 10 ده يعني هو سهل جدا جدا، ما فيهوش بس غير شويه ايه؟ ستيبس. طبعا دي ساين 90 ماينس يبقى كانها كوساين سيتا، دي في الفيرست تبقى دي بوزيتيف. سيك 360 طبعا مش هتغير، هتفضل زي ما هي سيك، بس دي كده في الفورث كوادرنت. السيك بتاعت الكوساين فهتبقى بوزيتيف زي ما هي. ماينس كوساين بدات بال 270، خليها ايه؟ خليها ساين. وديت في الفورث كوادرنت فهتبقى بوزيتيف زي ما هي ساين سيتا. طب دي كوسيك اهي، الكوسيك 180 مش هتتغير، تفضل زي ما هي ايه؟ سيتا. طب دي حاجه، دي في الثيرد، الكوسيك دي بتاعت الساين يبقى كانها نيجاتيف كوسيك. طب دي كانها كوساين سيتا سيك سيتا. النيجاتيف والنيجاتيف هيتحولوا لبوزيتيف ساين سيتا كوسيك سيتا. طب الساين ملتبلاي السيك تطلع ب 1. ليه تطلع ب 1؟ عشان ده الريسيبروكال كانه 1 اوفر ايه؟ اوفر كوساين. دي تتكنسل مع دي. نفس الكلام الكوسيك كانها 1 اوفر ساين، فدي تتكنسل مع دي يبقى كانها 1 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال. خلاص كده يا شباب احنا كده خلصنا بارت 1. زي ما انت شايف في افكار كتيره جدا 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 جدا. اتمنى الناس تكون فهمت. ان شاء الله في بارت 2 هنكمل حاجه اسمها الجنرال رول، وكمان هناخد فايندنج ذا ميجر ايه اوف انجل سي. تمام؟ اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا شباب. كان معاكم مستر عاطفي، اشوفكم بخير ونتلاقى، والسلام عليكم ورحمه الله.